انا كزياد فيديو اديتور اشتغلت حوالي 3 سنين في المجال ده. ضيعت وقت وفلوس وكلاينتس بسبب اخطاء انا كنت بعملها وانا مش واخد بالي منها. عشان كده في الفيديو ده هكلمك عن كل الاخطاء اللي انا عملتها عشان اوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. يلا نبدا. اول مشكله كنت بعملها وهي ان انا كنت بهتم بالهوك جدا جدا، لدرجه ان انا كنت ممكن اقعد حوالي يوم كامل في الهوك واسيب كام ساعه بس عشان اشتغل على بقيه الفيديو، بالذات في الفيديوهات الريلز. فنصيحتي ليك هنا ان انت تهتم بالهوك بس ما تهتمش بيه لدرجة انك تهمل باقي الفيديو. الهوك مهم جدا، لكن بقية الفيديو برضو هو اللي بيخلي المشاهد يكمل الفيديو او يعمل سكرول. يعني انا استفدت ايه لو انا خليت اول 3 ثواني من الفيديو حلوين بس دقيقة كاملة منتجها متوسط او تحت المتوسط كمان؟ فحاول على قد ما تقدر انك تحدد وقت معين للهوك. اول ما الوقت ده يعدي تبدأ تشتغل على بقية الفيديو، ولو اتبقى ليك وقت ان انت تشتغل على الهوك او تطور منه في الاخر اعمل كده. تاني مشكلة انا كنت بعملها واتعلمتها بالطريقه الصعبه، وهي ان انا خسرت كلاينتس كانوا شغالين معايا، هي ان انا كنت عايز ان انا اطلع الفيديو باكمل شكل ممكن ويكون شكله كويس جدا شبه الريفرنس بالظبط ما فيهوش ولا غلطه، وفي الاخر النتيجه كانت ان انا ممكن اسيب اخر كام ثانيه في الفيديو من غير شغل تماما عشان ما اتاخرش جدا على الديدلاين. فنصيحتي ليك هنا ان انت تعمل المطلوب منك في الفيديو بالظبط، اللي هو اصلا انت المفروض من الاول محدد له الوقت المناسب ليه، وفي الاخر لو انت كان متبقي معاك وقت ان انت تشتغل اكتر على الفيديو او تطور في اجزاء منه اعمل كده. ثالث مشكله كنت بعملها وهي ان انا كان اول ما الفيديو يتبعت لي من الكلاينت كنت بعمل له داونلود وابدا شغل عليه على طول. يعني ما كنتش بتفرج على الفيديو ولا مره واحده بس، لا انا حرفيا كنت ابدا احط عندي في التايم لاين اقطعه في السريع كده، وبعد كده اخده على افتر افكتس ابدا اشتغل عليه على طول، ولو في شغل على بريمير هعمله. فانا كنت باخد الفيديو ازاي، انا كنت بتفرج على الفيديو بالثانيه اللي انا هشتغل عليها. يعني مثلا انا دلوقتي هشتغل على الثانيه الثانيه، فانا هشوفها بس مش هشوف الثانيه الثالثه والرابعه والخامسه. وده كان غلط كبير جدا، ان انا ما كنتش راسم حتى في دماغي انا هعمل ايه في الفيديو ده. ليه؟ لاني ما كنتش بتفرج على الفيديو ولا مره واحده بس قبل ما ابدا شغل عليه. فنصيحتي ليك هنا ان انت تتفرج على الفيديو على الاقل مرتين وتفهم ايه النتيجه النهائيه اللي انت عايز تطلع منها، وبعد كده تبدا شغل على الفيديو. ومشكله تانية مرتبطه بيها وهي ان انا ما كنتش منظم تماما، يعني اي فيديو كان بيجي لي من الكلاينت كنت بنزله في الداونلودز عادي جدا، ودي مشكله كبيره. اي فيديو المفروض ان هو يجي لك من الكلاينت ابدا ان انت اعمل فولدر جديد باسم الكلاينت ده، واعمل لكل فيديو رقم. يعني مثلا انا لسه في الشورت الاولاني او في الريل الاولاني او في الفيديو اللونج الاولاني، فانا هعمل هنا 01 بين قوسين لونج. بعد كده انا لو هشتغل فيديو تاني مثلا ريل 02 بين قوسين شورت، وهكذا. وده هيخليك لما ترجع تاني للبروجكت سواء ان انت تعدل عليه او عايز تبدا تشتغل عليه ما تقعدش تدور كتير الفيديو كان فين، الرو فوتج فين، كل الحاجات دي فين. لا انت عارف هنا كل حاجه مكانها فين بالظبط، وده هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا جدا، وممكن يساعدك اصلا ان انت تسلم الفيديو للكلاينت اسرع. رابع مشكله مشاكل فنيه انا كنت بعملها جوه برنامج المونتاج ذات نفسه. وهنا انا مش هقول لك مشكله واحده بس، انا هقول لك مشكلتين كنت بعملهم جوه برنامج الايديت. اول مشكله هي ان انا ما كنتش بركز في التفاصيل البسيطه في الفيديو. يعني ايه؟ يعني مثلا لما انا كنت باجي اقطع الفيديو كنت بحط الفيديو عندي على بريمير وابدا اعمل زوم على التايم لاين، واي حاجه الاقي فيها سكوت اجيب اداه الكات وابدا ان انا اعمل هنا كات وهنا كات واقوم شايلها، وهكذا مع بقيه الفيديو. وده كان بيحصل في الاغلب ان انا ما كنتش بتفرج على الفيديو، عشان كده ما كنتش بركز في التفاصيل اللي انا كنت ممكن اسيب فيها السكته هنا. يعني مثلا في اوقات انت لو سبت السكته هنا هتدي فاليو معينه، لانك لو شلتها هتشيل الفاليو دي، ففي الاخر الفيديو مش هيطلع بافضل شكل. فنصيحتي ليك هنا ان انت تتفرج على الفيديو وتركز فيه وتشوف كل لقطه المفروض تشيل منها ايه وتسيب فيها ايه، عشان ما تشيلش كل السكتات وفي الاخر الفيديو يطلع كانه روبوت هو اللي عامل له كات. تاني مشكلة هي عدم الاهتمام بالصوت. هنا أنا كنت بجيب الفيديو بقطعه بعمل له مونتاج بعمل له تلوين بعمل له كل حاجة من ناحية المونتاج أو الصورة، وبعد كده بعمل له ساوند افكتس، بحط ساوند افكتس مش بغير فيها حاجات كتير قوي، وبعد كده كنت بعمل اكسبورت. هنا طبعا في غلطات كتير جدا أنا عملتها هقولهم لك واحدة واحدة. أول حاجة إن أنا ما كنتش بعمل انهانس للصوت لو الصوت محتاج، وفي الأغلب الصوت كان محتاج، لأن هنا مثلا ممكن الكلاينت يكون بيصور في حتة فيها صدى صوت او حته فيها نويز وهكذا. انا ما كنتش بركز في التفاصيل دي، انا كنت بقطع الفيديو بس. فالمفروض ان انت اول ما تاخد الفيديو تشوف لو الصوت محتاج ان هو يتعمل له انهانس
ولو هو محتاج تاخده على البرنامج او الويب سايت اللي انت بتعمل عليه انهانس للصوت وتظبط. طب انا هنا بستعمل ايه؟ انا هنا بستعمل برنامج او ويب سايت اسمه ادوبي بودكاست. الويب سايت ده كافي جدا لاي حد حابب ان هو يعدل على الصوت بشكل بسيط. وكمان لو انت مشترك في ادوبي او النسخه بتاعت ادوبي اللي معاك او الكرييتيف كلاود معاك بريميوم، هنا انت ممكن تعدل في شويه حاجات بسيطه. يعني مثلا صوت الباك جراوند يكون عالي قد ايه او واطي قد ايه لو انت مش حابب تشيله تماما، وحاجات تانية هتشوفها لو انت عملت انهانس للصوت على الويب سايت ده. تاني مشكله كنت بعملها وهي ان انا ما كنتش بهتم بالليفلز بتاعه الصوت. يعني كنت ممكن اسيب الصوت بتاع الكلاينت عالي، فده ممكن يسبب مشاكل بالذات للناس اللي لابسه هيدفونز او كده. كمان في الاغلب ما كنتش بظبط الليفلز بتاع الساوند افكتس، وده كان بيعمل مشاكل، وكان ممكن ان صوت الساوند افكت يكون اعلى من صوت الشخص اللي بيتكلم. فنصيحتي ليك هنا ان انت تهتم بالليفلز بتاعت كل ساوند محطوط في الفيديو بتاعك. خامس مشكله وهي ان انت قبل ما تبدا شغل على الفيديو ما كنتش بتفهم الكلاينت عايز منك ايه بالظبط. في الاغلب كنت اول ما ببدا اشتغل مع الكلاينت كنت بقول له ابعت لي يلا الرو فوتج والسكريبت بتاع الفيديو، وما كنتش بساله اسئله تماما نهائيا بتاتا. كنت باخد منه الفيديو وبمنتجه وبديه له تاني، وده كان بيعمل تعديلات كتير جدا جدا جدا، وكان بياخد مني مجهود كبير جدا لاني كنت ببدا اشتغل على الفيديو من غير ما افهم العميل عايز ايه بالظبط، او ايه الهدف من الفيديو، او ايه الاحساس اللي هو حابب يوصله، او اصلا الفيديو هيكون مستخدم في ايه، وكل الاسئله دي. وما كنتش بساله على ريفرنس ولا كنت بساله على اي حاجه، كنت باخد الفيديو اشتغل عليه وابعته له تاني بس كده. فحاول على قد ما تقدر ان انت قبل ما تشتغل على اي فيديو من فيديوهات الكلاينتس بتوعك تبقى فاهم بالظبط هو عايز ايه منك، او الفيديو عايز شكله النهائي يكون عامل ازاي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، سلام.